الحقيقة شوف يا أبو زياد، أنا والله الوسط الرياضي الآن للأسف أصبح مزري. الوضع الآن اللي حادث، الوسط الرياضي غير مشرف، الوسط الرياضي غير جاذب، الوسط الرياضي منفر. أنا ما أتكلم عن هذا التصريح، أنا أتكلم عن مجمل الوسط الرياضي وما يحدث فيه من رؤساء أندية، من عاملين، من لاعبين، من إعلاميين، من الكل. الوسط الرياضي بعد التصريح الأخير أنا من وجهة نظري وصل إلى أدنى شيء يمكن أن يقال عن هذا الوسط الرياضي. إحنا لما نتكلم عن شخصية الأستاذ أحمد عيد، أولا كلاعب وكإداري وكمسؤول لم نسمع عنه إلا كل علم طيب. الرجل عصامي، يتيم، درس في أمريكا، تسلح بالعلم، عاد إلى وطنه ويخدم بكل جد واجتهاد. الأستاذ أحمد عيد، أنا هنا لست يعني في مكان أساس أعدد مزاياه أو ما قدمه هذا الرجل. رجل يتمتع بالأخلاق، ويمكن هو من الشخصيات القليلة اللي في الوسط الرياضي الجميع يجمع على حسن أخلاقه. يعني تاريخه ناصع البياض. يعني احنا لما نتحدث عن الأستاذ أحمد عيد مثلا على سبيل المثال ومسيرته الرياضية، ونتحدث عن الأستاذ خالد البلطان مثلا ومسيرته الرياضية، الأستاذ خالد البلطان قدم عمل كبير ومجهود جبار في نادي الشباب وخدمه، ومن خلالها نعتبره خدم كرة القدم السعودية. ولكن عندما نشاهد الأستاذ خالد دائما متشنج. الرجل يحقق انتصارات ويحقق بطولات، المفروض أنت يا أستاذ خالد تعيش أفضل الأوقات مع كرة القدم، لكن اللي نشوفه هو العكس. حصلت مشكلة لها مع النصر، مع الأهلي، مع الاتحاد، مع الهلال في المنصة، يعني مع الاتفاق. بالعكس، يعني كرة القدم بالنسبة له المفروض تكون كرة ممتعة، كرة من خلالها يجد نفسه فيها ويقدم خدمات وسمعة طيبة وحسنة للجميع. الرجل أنت خدمت كرة القدم وصرفت من جيبك. إذا كان من خلال هذه الأحد يبحث، أنا ما أدري إذا كان البعض يبحث من خلال المشاكسات عن شهرة أو عن معرفة أو عن ذا، هذه أي واحد الإعلاميين يحققونها. يعني أنا من وجهة نظري الآن، يعني عندنا احنا كلنا مشهورين، بس يمكن الأخ دباس رئيس نادي الكوكب نحترمه ونقدره، معروف ومشهور بمشاكساته. الرجل عرف كيف كرئيس نادي ما يملك جماهيرية استطاع بذكائه من خلال مشاجراته ومعاكساته اللي أنا أعتقد هو ما يمس الشخصيات، ولكن من خلال مداعبة خلق له جماهيرية ومعرفة وكذا من هذا الشيء. يعني إحنا هل عدم وجود الجماهيرية لأي نادي، رغم ما شاء الله دباس يمكن ما خسر ولا 50,000 على الكوكب إلا يضاع غرامة لجنة الانضباط فقط، 5 مليارات شفت ولا لا؟ طيب. وغير الصرف 50-70 مليون ونفس الشيء، يعني ما يعني هي نفس الشيء. أنت في النهاية مالك إلا سمعتك في الوسط الرياضي. ممتاز. أنت أنا بس بكلم الآن، إحنا لما نتحدث عن التصريح البارح أنا أقول مش خالد البلطان اللي أخطأ في الوسط الرياضي، معظم المنتسبين حصلت منهم أخطاء وحصل منهم تقصير، بس أهم شيء لا نشخص الأمور. يعني أنت لما في كل خروج ضرب 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 تصريحات يعني في الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي شخص أحمد عيد، يا أخي تكلم عن اتحاد كرة القدم لا تشخصن الأمور. أحمد عيد ظهر وقال أنت تكلمت بأحاديث مسيئة لاتحاد كرة القدم بعد مباراة العروبة، وصفته بالضعيف ووصفت اتحاد كرة القدم بالضعيف والقرارات الضعيفة. قال لك يا أخي هذه التصريحات المسيئة ما تمثل الشبابين بشكل عام. أنا متأكد أن الشبابين ما يقولون هالكلام عن أحمد عيد. طيب، تمثل شخصك أنت مثلا. أنا هذه هذا تحليلي منه، انا هذا التحليل اللي انا اشوفه من احمد عيد، لاني اعرف الرجل لا يمكن يخطئ. نجي لتصريح البارح. الان الاستاذ خالد يقول ان التصريح هذا فهموه الناس غلط، وطلع وصرح اليوم وتكلم باكثر من وسيله اعلاميه على هذا الموضوع. نعم، انا اقول اذا كان احنا ما نفهم اللغه العربيه او احنا عجم، فانا اقول لك صحيح احنا فهمناه غلط، او من يوافق في هذا التوجه ترى صديقك من صدقك وليس من صدقك. نعم، هذا قصدي. يجب ان اللي قاعدين يقفون معه في هذا الامر، انا متاكد ان هواهم متجه نحو العنصريه للاسف او للاساءه. اذا قالوا مو بعنصريه اترك لهم العنصريه، نقول اساءه. انا الان يعني انت تتفق مع الاستاذ طارق كيال على انه هذا التصريح الان تقول انت خذوك الرجاجيل
واضربوا راسك في الحيط هذا وفي الحيط هذا. اول شيء من الان ممكن من خلال القناه الرياضيه طالب الاستاذ احمد عيد يجيب لنا تقرير طبي يكشف على راسه، يعني اذا كان في صعارير ولا شيء. لا احنا لا بس لا, لا 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 احنا اذا كان الرجل بهذا الشكل يعني شخصيه يعني اعتباريه تقول خذوك الرجاجيل توك انت توك تقول انه هذا الوسط الرياضي بكل اسف اصبح يعني ممل نعم وخادش وجارح. لا تمشي بنفس الخط يا ابو حسام. انا ما بمشي هذا، انا لا تمشي بنفس الخط. لا على اساس نتاكد ان هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح. احنا الان على اساس نتاكد، هذه من ضمن انا يمكن لجنه الانضباط تطالب طيب. بهذا الشيء. الان لما تقول الان الرجل اخذتوه ضربتوه بالحيطان، هذا شنو نحطها في اي خانه؟ انا بسال خانه مي بخانه العنصريه، طيب نحطها في خانه الشتم؟ هذه اردى من هذه، يعني نفس الحكايه. يعني خلينا نقول ما هي عنصريه، طيب هذا شو تسميها هذه؟ انا بسال شو تسميها؟ الشيء الثاني انت تقول واخير لو سمحت، واخير انت تقول مثلا انا اقول هو الخسران. طيب اذا شلنا الصفات الاعتباريه، هو الخسران هو بررها لانه يكون فوضويه. انا بعرف الفوضويه هذه كيف تحدث. هذه انت اذا كان في فوضويه معناته ان البلد ما عاد فيها نظام، ان كل الناس فقدت صفتها الاعتباريه وصارت فوضى، وصارت البلد قاتل ومقتول وسارق ومسروق. كيف تيجي فوضويه؟ هو على اساس هذا، وبالتالي اللي يخسر في الحاله هذه مش احمد عيد لوحده، خالد البطان يخسر، طارق يخسر، الباس يخسر، فوز يخسر، عبد الكريم، كل الوطن يخسرون اذا صارت فوضويه. انا ما راح اخسر، انا ما عندي شيء ينسرق. نعم انا اقول اذا كان يتحدث عن الفوضويه، احنا نقول هذا التصريح هو اخطا فيه الاستاذ خالد البطان، ومو عيب الخروج والاعتذار. يعني انت هو اليوم حتى اليوم طيب. خلنا من العنصريه، رفض يقدم اعتذار الاستاذ احمد عيد في القناه العربيه، قال ابدا انا لا اعتذر لاني انا ما ارى نفسي اخطيت. طيب هذه الاساءات، خلينا نقول مين عنصريه، هذه الاساءات والشتم ماذا تسمى هذه؟ يعني احنا نشاهد نزيه النصر هذه. طيب اتركنا لا نقول عنصريه، هذه اذا تحريض على الكراهيه. نزيه النصر نائب رئيس نادي الخليج اوقف سنه مع الغرامه لانه يحرض على الكراهيه، هذه ماذا تسمى؟ اتركنا من العنصريه. احنا نتحدث عن وسط يجب ان يكون فيه احترام. انتقدوا احمد عيد، انتقدوا عمله، انتقدوا ممتاز. لكن لا تاتوا للامور الشخصيه، ابعدوا عنها مهما كانت. احنا يجب ان احنا نحترم خالد البلطان، نحترم فيصل بن تركي، عبد الرحمن بن مساعد بدون القاب، احمد عيد، الجميع نحترمهم. لا ناتي ممكن انتقد فيصل بن تركي في عمله، عبد الرحمن بن سعد في عمله، احمد عيد في عمله، خالد البلطان في عمله، لكن لا اجي للامور لا اتي للامور الشخصيه خاصه اللي تمس الوطنيه. واضحه الفكره، واضحه.